يا صباح الفل عليكم. شفتوا بقى الحلويات اللي انا عاملاها دي؟ عامله جاتو ريد فيلفت بطريقه سهله خالص، من غير لبن ومن غير زبادي، بمكونات كلها في البيت. انا جبت نص كيلو ريد فيلفت من عند خامات الحلوات، وقلت لها انا عايزه الطريقه، عشان كل شركه بتحط طريقه غير الطريقه التانية. هي قالت لي الطريقه بتاعتها. احنا بقى هنحط نص كيلو ريد فيلفت عليه 75 جرام زيت، عليه نص كوبايه ميه، وهنحط 5 بيضات. هي كانوا قايدين 3 بس انا حطيت 5 عشان تنفش. انا قلت 3 ديت بيتعمل للربع كيلو، انا حطيت 5. وحطيت معلقة صغيرة محسن جل. طبعا هم ما كانوش كاتبين محسن جل، انا عملتها عشان يبقى هاشش ويرتفع وطري وجميل كده زي الاسبونشات التانية. وحطيت معلقة خل صغيرة والفانيليا، ورحت حطاه في العجان او في المضرب الكهربائي، وتضربي لمدة 7 دقايق لغاية ما تلاقي قوامه تقل. وشوفوا لونه عامل ازاي، مش زي اللون الاولاني احمر بس. انت لو ما حطيتيش المحسن الجل هيبقى عادي خالص الاحمر بتاعه، بس مش هينفش، هيبقى مكتوم. انت حطي المحسن الجل هتلاقي فرق جامد فيه، طعمه في منتهى الجمال والحلاوه بصراحه. انا بقى حطيته في صاج 30 في 40، وخبطتها كده عشان اطلع الهواء منها. وكنت مولعه الفرن على درجه حراره 200، وهياخد في الفرن بيقعد بس ربع ساعه بس بالظبط، ما بيقعدش اكتر من كده. لو هي صينيه عاديه هيقعد اكتر من كده، انما في الصاج بيقعد ربع ساعه بس. وتروحي طافيه الفرن عليه ومخرجاه، وتغطيه لمده اليوم التاني. بس انا ما استنيتش عليه اليوم التاني بصراحه، انا قعدته 3 ساعات. ورحت جايباه وشايله من عليه الوش بتاع الزفار دوت اللي بيبقى عليه. ورحت بقطعه. انا قطعته بس ما وريتهوش وانا بقطعه. قطعته مستطيلات، 4 مستطيلات، بحيث ان انا هعمل 10 وحدات. ورحت جايبه بقى عملت الكريمه بتاعته. هي عامله زي كريمه التشيز كيك بالظبط. بس اصلا انتوا عارفين ان الجاتو بتاع الريد فيلفت ما بيعملوش الكريمه دي خالص. الكريمه بتاعته زبده وسكر بودر، وبتضرب في المضرب وخلاص على كده، وبتزوقي بيها بتبقى طعمها تحفه. بس احنا بقى عشان الزبده غاليه، احنا جبنا هنعمله بقى بالكريمه العاديه بتاعت التشيز كيك. جبت بكام تشيز كيك، بكام الكريمه. جبت تمن كريمه ريتش، لانها بتدي قوام عالي. جبت تمن عليه، يعني يعتبر كوبايه كريمه شانتيه ريتش، عليه معلقتين باستر، عليه كيس لبن. انا جايبه كيس لبن بالنيدو. بصراحه انا ما جربت اللبن السايب، ما حبيتوش خالص. اللبن النيدو بيدي دسامه عاليه قوي. ورحت جايبه جبنه مثلثات او اي جبنه عندك، ما يكونش لها طعم. انا ما كنتش لاقيه جبنه من تانية. رحت حاطه جبنه مثلثات، حطيت العلبه كلها. ورحت حاطه ربع، يعني كوبايه الا ربع ميه عليها، بس ميه تكون ساقعه متلجه. وحطيت بردك نص كوبايه سكر، عشان انا حاطه كريم باستر. وضربتها في المضرب، وطلع قوامها جميل جدا وما بيسحش خالص. قوامها يعني بص متماسك على الاخر. حطيت المستطيله بتاعه الريد فيلفت، ورحت يعني ملياها بالكيس كريمه الحلويات. هي بتبقى اضمن من اللي انت بتحطي بقى بالبركه كده، ما بتطلعش متساويه خالص. وحط التانية عليها، واروح حاطه بردك عليها من فوق، بسويها خالص اهي. بسويها على الاخر عشان تبقى يعني تبقى مستطيل، يعني متساوية على حد ما اقدر بقى. ورحت بردك ملياها من فوق بالكيس. وبعد كده هروح عاملاها بالسكينة كده، واروح بقى عامله روزتات بنفس اللي انا عملت فيه. بس الروزتات ديت بتاعت بلح الشام، بس الحجم الصغير بتبقى جميله قوي. او ممكن تعملي بروزتات بالقمع اللي ما بيبقاش له شكل، بيبقى مدور وبس، هو بيدي برضك لون شكل حلو. بملاها كده. وبعد ما املاها، ما اعرفش ايه اللي خلاني اقطع منها دلوقتي. حقيقتي كنت حطيتها في الفريزر وبعدين قطعت. بس اللي حصل يعني، عشان لما تيجوا تعملوا حطها في الفريزر الاول، وبعد كده قطعوا الحتة الزيادة. انا عملتها كده من غير ما احطها في الفريزر. وبعد ما حطيتها في الفريزر قطعتها. هجيب بقى، بصي انا بقطع اهو بالسكينة المشرشرة. هي الحاجات الزيادة حقيقتي كنت سبتها لما تتماسك في الفريزر، بس انا ما عملتش كده.
غلطت يعني بصراحة، دي غلطة من عندي، بس هي انتوا لما تيجي تعملوها حطها في الفريزر الاول تتماسك، وبعد كده هتلاقيها سلسة خالص وسهلة. وانتي بتقطعيها لو قعدتيها ساعتين او 3 ساعات هتطلعيها، تروحي جايبة كوباية مية مغلية وتحطي فيها السكينة مشرشرة وتقطعها، هتقطع بسهولة جدا وهتبقى طالعة متساوية وما فيهاش اي نعكشة كده. المهم بعد ما عملت كده طبعا الزيادات اللي بتطلع بحطها في طبق، العيال بيقعدوا جنبي بيقعدوا ياكلوها، اديتها لاولادي الصغيرين كلوها. هنحط بقى عليها فتافيت الريد فيلفت، كنت فاركه حبه كده اللي كانوا بيطلعوا بالزيادات اهيت، فزوقتها بيها ما فيهاش اي افتكاسات خالص، تزويقها بسيط خالص وسهله اهي. اتحطيتها في الجنب، رحت جايبه التانيين. ممكن لو انت عايزه تعملها 3 طبقات اعملي، انا عملتها طبقتين وعملتها 10 جاتوهات، بس عملت فيه جاتو صغير وفيه جاتو كبير. يعني بقولكوا ممكن تعملي حجمها كبير وممكن تعملي حجمها صغير. لو حجمها كبير هتدي 8 قطع، لو حجم ديت واحده كبيره وواحده صغيره زي ما انا عملت، التانية عملت 6 قطع وديت عملت دي عملت 4. طبعا عملت بالطريقه اللي انا عملت بيها قبل كده، واروح بردك ملياها من فوق بردك بكيس الحلويات، واروح ممشيه عليها بالسكينه المشرشره، بحيث ان انا اسويها يعني ما عملتش يعني بهرجه جامده يعني. ورحت عامله روزيتات بردك بتاعت بلح الشام، القمع الصغير، بتدي والله العظيم منظر جميل جدا. بس بقى ايه حلاوه الكريمه والله العظيم مديها دسامه عاليه عشان البستر وعشان اللبن البودره، عاملاها بميه ولبن بودره، مش حاطه لبن من بخير ولا لبن عادي. هرش عليها بردك، هقطعها بردك اتغابيت بردك ورحت مقطعاها، هقطعها والزيادات بردك هقطعها واروح ايه احط عليها الريد فيلفت. طبعا انتوا مش هتعملوا زي كده، انتوا هتسيبوها في الفريزر وبعد ما تطلع من الفريزر 3 ساعات تروحوا مقطعينها، هتلاقيها سهله خالص. هي طبعا كنت عايزه ادخلها الصاج طلع كبير على الفريزر لاني عندي فريزر التلاجة مش عندي فريزر التاني. رحت حطها على خشبه التقطيع اللي انا بقطع عليها الحاجات، ورحت مخلياها ساعتين او ساعة ونص، ورحت مطلعاها اهي جميلة جدا وشكلها حلو قوي وطعمها خيال خيال والله العظيم. هي بس بتعتمد على الكريمة ده خدمتيها هتاخدي حاجة محترمة. كده انا بحاول ان انا اقطعها بحيث ان هي تطلع يعني حتت كتير. قطعتها كده بصي طلع يعني هتطلع 4 حتت بس بصراحة كبار، هي الكاميرا مش مبيناها قوي بس هي كبيرة. ديت طلعت كبيرة قوي، خدت منها حتة اديتها العيال ياكلوها من الحرف اهي عشان تبقى قدهم. وحطيتهم كده على الصاج، ورحت جايبة التانية عملتها نفس ما عملت ديت، بس قطعتها 6 حتت بس طلعت رفيعة قوي. انصحك تعملي ديت الكبيرة شوية بتبقى احسن، ما كانوش عارفين يقفوا قوي يعني، الصغيرة ما كانتش عارفة تقف قوي يعني. شكلها جميل جدا وطعمها اجمل. انا ما بسقيش السبونش بتاعي خالص، ما بسقوش خالص، ما بحبش السبونش المسقي او التورته المسقيه بصراحه، مش عارفه ليه. بالذات اللي بتسقي بالميه والسكر ما بحبهاش خالص. انا ممكن اسقي لو انا عايزه اسقي ممكن اسقي بلبن، ما هم بيقولوا ان اللبن ما بيطولش عمر الجاتو، بس احنا هناكله في البيت هيتاكل على طول. انما لو خرجتيه اوردر اعملي بميه بسكر، ما تسقيش خالص، هتبقى اجمل واجمل. هي كده كده هتطرب الكريمه. كده عملت اهوت ديت 4، الكبيرة طلعت 4 والتانية طلعت 6. بصوا طلع شكلها في منتهى الجمال. كنت كان في السبونج حتت كبيرة، رحت اسماها ورحت عاملاها عندي قلب كده بتاع الطين الصلصال بتاع العيال كانوا بيلعبوا بيه، رحت عاملة بيه وحطها كده ومزوقاها. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم ويكون سهل كده وبسيط. ولو عجبتكم الطريقة لايك وشير واشتراك في القناة. انا توتا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.